هلو عاملين ايه؟ معاكم مونيكا العبودي، كوتش معتمد من جامعة عين شمس. عايزة اسألكوا سؤال كده. هو ايه هي معرفة الذات؟ وايه اهمية ان انا اعرف ذاتي؟ اوكي؟ طيب، معرفة الذات يعني معرفة نفسي. طيب نفسي دي اللي هي ايه؟ اللي هي شخصيتي، اللي هو انا. تمام؟ علميا شخصية معناها هي مجموعة من الصفات الجسدية والنفسية المتوارثة او المكتسبة. تمام؟ وكمان هي العادات والتقاليد والقيم والمشاعر اللي انا بحس بيها. اوكي؟ كل ده معناها شخصية. طيب، يبقى انا عشان اعرف ذاتي ولا اعرف شخصيتي فانا لازم اعرف كل الحاجات دي، سواء الصفات الجسدية والنفسية، سواء مجموعة القيم والعادات والمشاعر والحاجات دي ايه هي عندي. تمام؟ طيب بلس بقى كمان ان انا لازم اعرف انا بحب ايه وبكره ايه، لازم اعرف انا مهاراتي فين، بعرف اعمل ايه، قدراتي غاية فين وقد ايه، ايه نقط ضعفي وايه نقط قوتي. كل الحاجات دي انا لازم اعرفها عن نفسي. طب يعني ايه المشكلة؟ يعني حتى لو معرفتهاش ايه اللي هيحصل؟ طيب، اهمية بقى معرفة نفسي دي هو انه لما اجي مثلا الدنيا تاخدني كده وتوقفني قدام موقف انا لازم اختار فيه. تمام؟ يا يمين يا شمال، ها، ودلوقتي هختار على ايه؟ بناء على ايه؟ انا عارفه نفسي اصلا. يعني انا عارفه هو الاختيار الاولاني ده هيناسب ليا ولا هيحولني ويسحولني معاه، ولا الاحسن ان انا اخد الاختيار التاني؟ انهي اختيار احسن ليا؟ انهي اختيار هيحدد هيوصلني لهدفي اللي انا حاطاه في حياتي؟ تمام؟ فانا لازم اعرف نفسي. تاني حاجة، مش بس ان انا المواقف بتقف قدامي ولازم اختار فيها، لا كمان انه كتير قوي دلوقتي يجي يقولك واحد عايز يشوه صورتك وخلاص، هو دماغه جاية كده يقولك انت وحش، انت ما بتعرفش تشتغل، انت مش فالح في دراستك، انت مش عارفة ايه، كل الكلام ده. ايوه، انا لو عارف نفسي محدش يقدر يعمل فيا كده ابدا، لان انا عارف نقط قوتي. انا شاطر في دراستي، او انا شاطر في شغلي، او انا بعرف اشتغل كويس، انا شاطر في النشاط او الرياضه اللي انا بعملها. محدش هيجي يقدر يقول لي لا انت مش صح، انت مش شاطر. لا انا شاطر جدا، ومحدش يقدر يزعزعني عن كده. تمام؟ نقط ضعفي، مفيش حد كامل ودي معروفة، مفيش غير ربنا هو اللي كامل. طيب لو انا عارف نقط ضعفي، الافضل والاحسن مش انا عارف هو ساكت، لا، ان انا اعرف ايه نقط ضعفي واطورها واشتغل عليها واخليها احسن واحسن. هي دي الفكرة. ولو جه حد قال لي انت نقط ضعفك في الحته الفلانيه، اقول له انا نقطه ضعفي للاسف في الحته الفلانيه، بس انا مش قاعد وحاطط ايدي على خدي ومستني، لا. انا عارف نقط ضعفي، بس انا بشتغل عليها، انا عارف اصلحها ازاي وشغال في الحته دي. فما فيش موجه هتوديني وتجيبني، مفيش حد هيقول لي كلمه حلوه النهارده اتبسط، كلمه وحشه بكره ازعل، لا، مفيش الكلام ده خالص. يبقى انا كده هعرف، لو عرفت نفسي هعرف ان انا اختار لنفسي الحاجه الصح، الحاجه اللي تناسبني، سواء بقى عمل، سواء دراسه، سواء ارتباط، سواء اي حاجه. اي حاجه في الدنيا دلوقتي ماشيه بتجري، يعني مش واخده في ديلها واسنانها وجاريه. تمام؟ بتتطور وبتتغير بطريقه لا تحسد عليها، والمفروض مننا ان احنا نجاري كل التطور الفظيع والسريع ده. فاحنا لازم نعرف نفسنا علشان نعرف نتحرك كويس وصح وباللي يناسبنا ويوصلنا لهدفنا. تمام؟ في اسئله كتير قوي ممكن ان احنا نسالها لنفسنا عشان نعرف ايه هي، مين احنا. اوكي؟ بس الاسئله دي انا ممكن عشان ما اطولش عليكم في الفيديو هكتبها لكم في الديسكريبشن تحت الفيديو. الاسئله دي مهمه جدا ان انتوا تعرفوها. طبعا دي مش كل الاسئله، دي بعض الاسئله منها. حاولوا ان انتوا تمسكوا ورقه وقلم وتكتبوا الاجابات اللي انتوا هتجاوبوها، ويا ريت بعد ما تكتبوا الاجابات تقروا الاجابه دي وتقولوا ليه انا جاوبت الاجابه دي. يعني مثلا، هل انت سعيد في حياتك؟ هتقولي ليه، وهتقولي لا، هتقولي لا ليه. لازم تجاوب في الحالتين، ده هيساعدك في ان انت تعرف نفسك، وهيساعدك في ان انت تعرفي نفسك اكتر واكتر. تمام؟ هل انت فخور بنفسك؟ هل انت فخور بعيلتك؟ هل فخور بدراستك او عملك؟ هل فخور باختياراتك؟ تمام؟ ايه هي اهتماماتك؟ ايه هو الشغل اللي انت نفسك كنت تشتغله؟
او ايه هي الدراسة اللي انت كنت حاببها وعايز تخشها، ايه المهارات اللي انت تقدر تعملها، اني قدراتك لحد فين. تمام. في اسئله كتير قوي بتورينا ازاي نعرف نفسنا. فيا ريت الاسئله دي جاوبوا عليها واكتبوا الاجابه بتاعتكم، واسالوا نفسكم ليه بعد ما تكتبوا الاجابه دي، عشان ده هيساعدك ان انت تعرف نفسك اكتر. لو كنت استفدتوا من الفيديو، يا ريت تشتركوا في القناه وتدوسوا لايك عشان يوصل لكل الناس غيركم. شكرا. باي باي.